لو حطيتيها على راسك بس وعلى فروة شعرك يومين هتدعيلي، شعرك ده مش هيتسرح من الطول بتاعه والكثافة بتاعته. وحشتوني جدا، باين اني متحمسة ليه؟ عشان زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو ان شعري طول جدا جدا، يعني لاقصى حد. حرفيا يا جماعة انا كنت قصة شعري بوي لحد هنا، كنت بتكسف اقلع الطرحة قدام اي حد عشان انا كنت قصة شعري ما كانش بيتربط بالتوكة. زي اي بنت في يوم من الايام قررت ان انا عايزة اغير تسريحة شعري واقص شعري، بس ما كنتش متوقعه التخلف اللي انا هوصل له ان انا هقص شعري لحد هنا. طبعا جربت كل حمامات الزيوت، وجربت مش عارفه الجاز الابيض اللي بيتباع عند بتوع التجميل، وجربت النخاع، وجربت كل حاجه، وحتى ميه الرز جربتها. فجربت كل حاجه وشعري كان بيطول ببطء جدا جدا، حرفيا كان بيطول زي النمله، سنه سنه، لحد ما اتخنقت. فجربت وصفة حرفيا يا جماعة في أسبوع، وحياة ربنا والله العظيم مش بكدب، أنا شفت فرق في شعري، وخليت صحابي كمان يجربوها والحمد لله جابت معاهم نتيجة. وطلعت لهم بيبي هير صغنن في فروة راسهم، فبدأ ان هو شعرهم بقى يبقى كثيف اكتر، وكمان طولت لهم شعرهم. فحسيت بقى ان انا عملت اعجاز وانجاز علمي، والله العظيم احتاج عليه تسقيفه منكم. ليه؟ لان انا قررت بجد ان انا هقول لكم ايه اللي انا عملته. هتقولوا لي طبعا ده كله كده، هقول لكم جربوا اسبوع. لان اول حاجه انا جربت ميه رز زي ما قلت لكم نشفت شعري، جربت الزيوت اللي هو زيت البروهان بقى والزيوت الهنديه، في حاجات جابت نتيجه او في حاجات ما جابتش، بس اكتر حاجه واسرع حاجه جابت نتيجه هي الوصفه اللي انا هقول لكم عليها. ورقه وقلم بقى يا ست الكل واكتبي معايا. انا جايبه الحاجات هروح اجيبها واجي لكم عشان هي بعيده عني، وهوريكم الحاجه اللي انا جايباها عشان تشوفوا شكلها، وتكتبوا معايا ازاي نحضرها وازاي نحطها، لان في طريقه تحضير وفي طريقه ان احنا نحطها على شعرنا. فكملوا الفيديو لحد الاخر، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان اي فيديو بنزله يجيلكم. مبدئيا بقى كده انا رحت عند العطار وقلت له اديني ب5 جنيه اول حاجه حبه البركه. شايفين حبه البركه ادي شكلها. وقلت له اديني ب5 جنيه اكليل جبل او روزماري، اهو ادي الشكل بتاعه. وبرده قلت له اديني ب5 جنيه ورق لورا اللي هو بيتحط على الاكل عادي. وقلت له اديني ب5 جنيه، الحاجه وقعت على الارض استنوا هجيبها واجيلكم. جيت تاني وقلت له اديني ب5 جنيه قرنفل اللي هو شبه المسامير ده، وبصله من عندي، بصله كده الحجم ده حجمها صغير. والخلطه اللي احنا هنعملها هتكفي معايا ازازتين من دي. وعلى فكره ده زيت من الزيوت الهنديه اللي انا جبته، هبقى اطلع اعمل لكم مقارنه عن الزيوت الهنديه، فما تنسوش اللايك والسبسكرايب. تعالوا بقى نشوف هنحضر الحاجات بتاعتنا دي ازاي. هنجيب طبق وهنحط فيه معلقتين صغيرين من القرنفل اللي هو شكله ده، ادي معلقه وادي معلقه، وهحط عليهم معلقتين من اكليل الجبل ده شكله يا جماعه اهو من قريب. ادي معلقه وادي المعلقه التانية. اهم حاجه ان الكميات تكون متساويه عشان النتيجه تطلع مظبوطه. وهحط عليهم معلقتين من حبه البركه السوداء، ادي شكلها اهو. ادي اول معلقه وادي تاني معلقه. وهحط 5 أو 6 ورقات ورق لورا اللي هو ده، في ناس بتسميه ورق الغار تقريبا يعني، بس اسمه ورق لورا. وهنجيب بصلة صغنونة حجم صغنن نقطعها 4 تربع كده، ادي البصلة اهي. على المكونات دي بقى اللي احنا حطيناها بالمقادير اللي احنا حطيناها كوبايتين مية من الحجم ده، ونحطهم في غلاية او في اي حاجة ونغليهم على النار، ولحد ما يغلوا كده والمية تلاقي لونها احمر بسبب البصل بس. وبعد كده نصبر عليها لحد ما تهدى ونغطيها عشان تحتفظ بالزيوت بتاعتها. وبعد كده نحطها في ازازه. تعالوا بقى هوريكم هنحطها يبقى شكلها عامل ازاي ونحطها ازاي على فروه راسنا. طاطا جينا تاني بعد ما عملناه. هو هنا لونه اصفر عشان البصله مش حمرا قوي، بس انا اوقات لما بحط بصل لونه احمر فبيعمل لون احمر. ده المفروض هو كده سخن، المفروض نغطيه وكمان نستنى لما يبرد، ما نحطوش على شعرنا وهو سخن. طيب اول حاجه بقى الكميه اللي احنا عملناها دي هتكفي معاكي في التلاجة اسبوع. اكتر من كده بلاش، انا مش عارفه المفروض تكفي اكتر من كده ايه، بس اوقات لما بتقعد اكتر بيبقى ريحتها مش حلوه. انت شمي ريحتها دلوقتي وقارني كمان اسبوع. طيب مبدئيا يا جماعه لو استخدمتي الوصفه دي كل يوم على شعرك ايه اللي هيحصل بقى لشعرك؟ هيطول، هيتقل. بس اهم حاجه طريقه الاستخدام بقى. تعالي بقى هقولك ايه طريقه الاستخدام الصح. بعد ما يبرد هتجيبي بخاخه وتحطي فيها الحاجه اللي احنا عملناها دي او المكون اللي احنا عملناه ده، وتحطي على دماغك صبح وليل.
نسيتي حطي مره في اليوم قبل ما تنامي. واهم حاجه، انا مش هقولك بقى اعملي مساج 5 دقايق عشان احنا بنزهق، والله احنا كبنات بنزهق، ولكن انا هقولك اول ما تحطيه بس اعملي بس كده بصوابعك في فروة راسك، عشان يعني يخش اكتر في البصيلات بتاعه الشعر بتاعتك. اسبوع وهتدعيلي، صدقيني اسبوع وهتدعيلي وحياة ربنا، هيطوله جدا، هيخلي شعرك كثيف. لو استمريتي عليه 3 شهور بقى، يعني انا بقولك اسبوع وهتدعيلي، لو استمريتي عليه 3 شهور بقى اوعى اوعى بترفرفي بشعرك كده رايحه جايه ترفرفي لهم في الشقه، الطقر الرفراف بتاعنا. فالمهم ان احنا نستمر عليها، وصدقيني هتدعيلي. الوصفه دي انا جربتها بجد ونفعت. الوصفات الجايه بقى عن الضوافر، عشان انا اتاخرت عن وصفه الضوافر، وكمان هكلمكم عن ازاي نخطط للسنه الجديده بطريقه فعاله جدا جدا جدا. فما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا.